يا مساء النظافة والروايح الحلوة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. اول كده ما صحيت من النوم وفتحت عيني، رحت اخدت البطانية بتاعة اوضة النوم وحطيتها في الغسالة. تمام كده طبعا. كده انتوا عرفتوا احنا ننضف اوضة النوم طبعا. عايزة اعملها كده عاملة كده محترمة. آه عشان انا بقالي كتير كنت بصراحة مهملة فيها وانا ما بحبش كده. ماشي، مسكتها ورحت. قلت اغسلها عقبال ما انضف يكون الغسالة خلصت. شايفين بقى يا اهل الخير كمية الرملة؟ على فكرة دي رملة مش تراب. انا مش عارفة حلل الرملة دي، انا بتجيلي كمية رملة غريبة. يعني انا لو نسيت وسبت الشباك مثلا مفتوح اكتر من ساعتين تلاتة، عايزة اقول لكم بحس ان الاوض انهارت وبقت كلها رملة. انا مش عارفة الصراحة. انا عايزة اقول لكم دي رملة يومين تلاتة، يعني انا ما سبتهاش. انا على طول لازم لما اجي كل، يعني انا بشفط الشقة يوم ويوم مش كل يوم. تمام كده. بعمل معايا الشبابيك بالمرة، باخدها كده بالمرة، علشان انا لو ما عملتش الشبابيك بحس ان التراب دخل لحد جوه، بحس ان انا بتنفس مش تراب بقى رملة. فانا مش عارفة حلل الموضوع ده الصراحة. المهم خلصت الشبابيك ورحت عملت ايه بقى. رحت جبت كربونات الصودا، اللي هي كربونات الصوديوم دي من عند العطار، بتبقى سايبة، بتجيبي ب20 جنيه ب30 جنيه. تمام كده. ورحت وزعتها كلها على المرتبة ودعكتها كده بايدي شوية. وبعد كده بقى سبتها، وبعد كده ابتديت اعمل الشبابيك، شفطت كل الشبابيك. انتوا طبعا متعودين معايا اللي انا ما بنفضش، انا التنفيض بالنسبة لي مستحيل، انا بشفط. مسكت المكنسة وابتديت بقى اشفط كل حتة كده في الأوضة، وعملت الكومودينو واخدت المفارش اللي عليه والتسريحة فضيتها كلها، واخدت برضو المفارش. تمام. واتلكعت شوية بقى مع بنتي وعملت كوباية شاي وكده اللي هو علشان خاطر افطر. وغيرت هدومي طبعا، لاني في حاجة بقى عايزة اقولها لكم. الهدوم اللي بنضف بيها حتى لو مش بصور، تمام، الهدوم اللي بنضف بيها مش هي اللي بنام بيها. ما تعمليش الحركة دي ابدا. خلي عندك بيجامتين تلاتة بس للنوم. تمام. ان شاء الله حتى تعلقيهم ورا الباب. مش كلهم، يعني تعلقي كده البيجامه ورا الباب، واول ما تصحي تلبسي البيجامه اللي هتقعدي بيها طول اليوم. وقبل بقى ما تيجي تنامي حضرتك تعملي ايه؟ تاخدي الدش الحلو كده وتلبسي البيجامه اللي هي بتاعه النوم وتنامي. دي يعني اساسيات الواحد لازم يعملها. ما تهمليش في نفسك ابدا، مش علشان خاطر عايزين ننظف في البيت فاحنا نهمل في نفسنا. او خلاص مش مشكله بقى لما بقوم بقى بلبس نضيف، او تنامي بالهدوم اللي انت طبختي بيها وريحتك انت نفسك تحسي ان عينك بتوجعك. لا يا حبيبتي ما تعمليش كده، محدش هينفعك. تمام كده. المهم مسكت بقى المرتبة ورحت شفطتها كلها كلها من البيكربونات، وحتة حتة ما خليتش كده حتة فيها كربونات. تمام. عايزه اقول لكم حلو قوي حلو قوي، بيعمل ايه؟ بيشيل اي روايح. تمام. بيشيل اي روايح موجوده في المرتبه. آه وبعد كده رحت مسكت المرتبه وقلت اغسلها. بحط يا دوبك اي مسحوق. الغساله بتاعك غسالة ملابس طبعا، اوعي تعملي المرتبة باللي هو مسحوق المواعين اللي هو بريلا او فري. لا لا لا. وما تتعملش برضو مهما كانت متوسخة، اوعي اوعي تعملي المرتبة بكلور، ولا كلور الوان، ولا كلور ابيض، ولا سايب، ولا اي نوع كلور خالص. تمام. صدقوني مع الوقت هتحسي بريحة كمكمة، وهتحسي ان هي بقعت معاكي. دي نصيحة علشان انا جربت. يعني في وقت او في اول جوازي طبعا هي كانت نظيفه وكل حاجه، بس انا بقى ايه اللي هو عايزه انضف بقى واجود بقى، والحاجه جديده، وعايزه اخليها جديده زي ما هي. رحت حطيت شويه كلور وبرده مع المسحوق وكده. عايزه اقول لكم
بعد ما نشفت لقيت بقع بقع بقع. اتصدمت، وهي كانت جديدة ولقيت بقع. اتصدمت، وعايزة اقول لكم خدت فترة معايا عقبال ما البقع دي راحت ونطفت ورجعت زي ما هي جديد. خلاص. يعني دي كده بأمانة انا بقول لكم الحاجة اللي انا استعملتها بأمانة، ولا هغشكم ولا هقول لكم على حاجة تعملوها عشان خاطر حاجتكم تبوظ. يعلم ربنا، ربنا هو اللي شاهد. انا بقول لكم الحاجة من جوه قلبي والحاجة اللي انا استعملتها. وفي حاجات كتير ممكن اكون معرفهاش، فعايزاكم انتوا تقولوها لي، يعني اللي احنا نفيد بعض. تمام. تحطي بس في المية شوية اللي هو الاريال بتاع الغسيل، وعايزة تحطي معطر، تحطي حاجة بسيطة قوي اللي هي دمعة عين. تمام كده. مش عايزة، خلاص براحتك. خلصت المرتبة. بعد كده بقى رحت ايه، كنست الارض، ورحت شلت السجاجيد وطلعتها بره تتهوى. كان بصوا كان الجو يعني فيه هوا كده ساقع بس حلو، يعني انتي مستحلياه بس فيه هوا جديد. انا مش عارفة بقى، مش عارفة ايه إيه الجو اللي هيعمل لنا تروما ده. بصي، ومسكت بقى بعد كده ايه الحتت اللي هي تحس ان انتي مش هتعرفي تجيبيها، فتقعدي تشفطيها كده بصي بالمكنسه. ما سيبتش حته. ما بحبش لما اجي بالذات اعمل تنظيف محترم في الاوضه، ما بحبش اسيب حته في الاوضه ما اعملهاش. ما هو كده كده اصلا خلاص قمت وهعمل، فخلاص بقى شمرت وقمت هعمل، فاعملها كده عامله محترمه عشان نفسيتي كده لما تيجي تدخلي الاوضه وتحسي بريحه نظافه، بامانه نفسيتك هتتغير. بصوا، مسكت بقى ايه كل الخشب وقعدت اعمله بالبليدج اللي هو بتاع الخشب. ماشي. عايزه اقول لكم ده بريحه اللافندر، فخلى ريحه الخشب عندي تحفه. بس بصوا، انا قبل ما اعمله عملت حركه تاني، بس للاسف ما صورته، يعني ما صورتهوش. مسكت فوطه عادي نظيفه ولمعت الخشب الاول عشان خاطر لو فيها اي ترابه خفيفه. تمام كده. وبعد كده ابتديت اعمله بالبليدج. ليه الاول عملت الحركه دي؟ لان انت لو حطيتي كده البليدج هتحسي ان هو آه التراب بيروح ويجي معاكي، فاهماني؟ فانا شلت الترابه الاول، بعد كده ابتديت المع. زي اي حاجه مثلا تشيلي من عليها التراب الاول، بعد كده تلمعيها تلميعه نظيفه. انا برضو عملت كده في الخشب. خلاص. عايزه اقول لكم ريحه الخشب تحفه تحفه بامانه، بتفرق. انا بقى بصراحه بكسل لاني بمسك كل حته كده في الاوضه بعملها بالبليدج، فبامانه ما بعملش العمله دي على طول. فاكرين في الفيديو اللي فات لما قلت لكم انا في حاجات بعملها شهريا؟ هي دي بقى الحاجات اللي انا بعملها شهريا. الاوضه بعملها بالبليدج مره واحده كده في الشهر، علشان خاطر هي بصراحه بتاخد معايا وقت. لكن بقيه الايام اللي هي الاسبوعيه بحته كده نظيفه وخلاص بلمعها وخلاص. والمرتبه، المرتبه دي من الحاجات الاساسيه اللي بعملها شهريا. انا عايزه اقول لكم انا المره دي اتكيت عليها قوي، لاني انا خدت شهر 1 وشهر 2 ما عملتهاش، ودي مش عادتي ابدا ابدا. انا يعني من ساعه جوازي وانا بعملها شهريا. في حاجات كده الواحد ما ينفعش يفوتها، اساسيات، عشان خاطر انت بتحسي ان الحاجات دي لما بتبقى نضيفه معاكي واساسيات خلاص بقيت البيت بيتلم كده بسرعه. فاهمني؟ وطبعا قبل ما انا انضف مثلا بيوم، انا مسكت الدولاب والادراج عندي. يعني ايه لو في حاجه منعكشه كده سويتها، وبصيت كده بصه سريعه. الحمد لله انا ما عنديش كركبه. بصيت بصه سريعه كده في الادراج، لو في اي حاجه خلصانه وانا مش واخده بالي منها رميتها. والحاجات اللي هي بنتي ايديها بتطولها اللي هي الطوق بتاعتها وكده، رحت مسكتها كده وايه وسويتها ورجعتها مكانها. فكده الاوضه نضيفه من كله، الدواليب متسويه، الادراج ما فيهاش اي كركبه، وادي الخشب والارض والمرتبه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. الناس برضو اللي متابعيني عارفيني اللي انا عدوة الكركبة، عدوة اللي انا هشيل الحاجة دي دلوقتي يمكن احتاجها، لا ما بحتاجهاش برميها. يعني انا من النوع اللي انا برمي. انا ما عنديش خلق وما عنديش صبر بأمانة ربنا. يلا ارمي بعدين، يعني بعدين لو عوزت هبقى اشتريها.
طبعا ما بتكلمش على الحاجات الغالية اللي احنا بنجيبها ونشيلها، انا بتكلمش على كده. انا بتكلم على يعني مثلا لو في اوضه النوم توكة مثلا، خلاص شكلها قديم شوية، لا خلاص بديها لحد محتاجها. لبس مثلا مركون عندي من قبل الجواز مثلا، لا خلاص انا عارفة ان انا مش هلبسه تاني، خلاص هرميه. آه، في حاجات بحاول اعمل لها اعادة تدوير، في حاجات بتنفع، والحاجات اللي هي ما بتنفعش يبقى هي دي اللي انا هتخلص منها. انتوا فهمتوني معنى الكركبة ايه؟ مش الكركبة اللي هي البرطمانات ومثلا والكراريس والحاجات ديت، او ورق، لا، برضو حاجات من عندنا احنا. خلاص. بس ودي بقى ايه، خلاص كده ابتديت امسح الاوضه. على فكره انا الاوضه عملتها على يومين، تمام كده. اليوم دوت اللي انا عملت فيه، عايزه اقول لكم بليت المرتبه جدا، فافتكرتها اللي هي عشان خاطر الهوا كان شديد اللي هو هينشف معايا، للاسف ما نشفش معايا. فروحنا احنا بقى نمنا في اوضه الاطفال. وده بقى تاني يوم الصبح صحيت، بصوا الشمس كانت عامله ازاي. بس ما تغركوش الشمس دي، الشمس دي كانت وراها هوا وبرد، اليوم ده كان برد اللي هو امبارح. ماشي، بصوا بقى بس، يعني المرتبه كانت نشفت، والاوضه كانت ريحتها حلوه قوي، حلوه قوي. وكنت انا غسلت الكفر طبعا، ورحت ايه، رحت شديت الكفر كده. انا بس بقول لكم ان انا بزق المرتبه علشان خاطر اعرف اجيبها من ورا ومن قدام. انتي بتعملي ايه هنا؟ مش بعمل حاجة. يعني ايه مش بتعملي حاجه؟ استغفر الله العظيم. انتي بتنفخي لي يا بت؟ لا. امال ايه؟ انا حلوة. انا عارفه ان انتي حلوه طبعا. ايش بس انا بس من ليه؟ طب اتفضلي. فوق. انتي بتعطليني على فكره. لا مش عطيت. مش بتعطليني؟ ايوه. ماشي. وهنا بقى اكون فرشت السرير وسبته. وعايزه اقول لكم بعد ما خلصت بصراحه قلت انا لازم انام ساعتين في الاوضه وهي نظيفه كده، انا عايزه اخد نظافتها. وهنا يكون الفيديو بتاعي خلص، ويا رب يكون عجبكم حتى لو حاجه بسيطه قد كده. ومستنيه كومنتاتكم الحلوه اللي بقت تفرحني بامانه بامانه. وبحبكم قوي 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 قوي، وعايزه كده ادي كل واحده فيكم بوسه كبيره. اشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم قوي قوي، وباي باي.